سمعت قبل كده عن الكونتراست تكنيك وعلاقته بمجال ال L&D والانستراكشنال ديزاين؟ انا هقولك. التكنيك ده بيقول ان الليرنرز غالبا بيتعلموا بشكل افضل لما بيشوفوا مقارنه واضحه ما بين الشيء اللي بيتعلموه والحاجه التانيه، سواء المتشابهه او المختلفه. زي ما تشرح للليرنر الفرق ما بين اسلوب القياده الاوتقراطي والديمقراطي بدل ما تشرح كل واحد لوحده. طب ازاي نطبق الكلام ده؟ 1. استخدم امثله مقارنه، زي انك تعرض حلين مختلفين لنفس المشكله وتشرح الفرق ما بينهم. 2. اربط ما بين اللي يعرفه الليرنر قبل كده واللي يعرفه دلوقتي، زي انك تعرض السيستم القديم اللي كانوا بيشتغلوا عليه والسيستم الجديد اللي انت بتدربهم عليه، وتحاول تطلع الفروقات البسيطة اللي ما بينهم عشان يقدروا يستوعبوا الفكرة بشكل اوضح. 3. ضيف امثلة تحفيزية، زي انك تسألهم ايه اوجه التشابه والاختلاف ما بين الطريقتين. كل ما هيقارنوا ويطلعوا اختلافات اكتر، كل ما المعلومة هتثبت في عقولهم اكتر. الكونتراست او التباين مش مجرد أداة توضيحية، لكنه وسيلة فعالة لتثبيت المعرفة في أذهان المتدربين. فكر في استخدامه المرة الجاية في تصميم الكورس بتاعك. لو عندك تجربة أو فكرة إزاي ممكن نستخدم الكونتراست أكتر في التدريب، شاركنا رأيك في التعليقات.